أسرع وصفة مكرونة ماك أند تشيز حاجة كده ولما بتتعمل في البيت بتكون أحلى بكتير من المطاعم. بس قبل ما نشوف الوصفة ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. أول خطوة هسلق المكرونة القلبو أو الهلالية وهي بتكون المناسبة لوصفتنا، لكن تقدري تستخدمي أي نوع بتفضليه. مية مغلية هضيف الملح المناسب وهنزل بالمكرونة وهخليها تستوي بنسبة 80%. وبعد كده هصفيها بدون غسيل وهرش عليها معلقة كبيرة من الزيت عشان ما تلزقش معانا. هركنها بقى على جنب لحد ما اعمل التشيز صوص. 2 معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة، معاها معلقة كبيرة من الزيت، وهنزل ب3 معالق كبيرة من الدقيق. وطبعا المادة الدهنية لازم تكون بنفس مقدار الدقيق. هقلب لحد ما الدقيق يستوي، وناخد بالنا يا جماعة إن الدقيق ما يتحمرش، بمجرد ما ريحته تظهر هبدأ أضيف اللبن أو الحليب تدريجيا. ضفت حوالي 2.5 كوباية من اللبن، وطبعا مع الاستمرار في التقليب علشان ما يكلكعش منا. هافضل أقلب لحد ما أوصل للقوام المناسب، لا هو خفيف ولا تقيل. التوابل معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسمر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا. وهنيجي بقى لأهم حاجة في التوابل وهي معلقة كبيرة من الخردل البودر، متواجد عند العطار، بتكون حبوب صغيرة وبتطحن. لو مش متوافر استبدليه بمعلقة كبيرة من المستردة وهيدي نتيجة حلوة، وأنا جربتها قبل كده. والمكون الأساسي اللي عليه الدور هو الشيدر الأحمر، وكل ما كان لونه أقوى هيدي اللون المطلوب. وأنا مستخدمة 250 جرام، وضفت معاها جبنة موتزاريلا حوالي 200 جرام. هسيبهم يدوبوا على نار هادية، ويفضل إن أقفل النار عشان الجبنة تدوب وما يحصلش أي تكتلات. هظبط الملح وعلى نار هادية هضيف المكرونة وهفضل أقلب لحد ما المكرونة تتشبع بالصوص. وبكده خلصنا وصفتنا، ولكن في طريقة تانية لتقديمها وهي إننا نحطها في صينية وعلى وشها بقسماط ناعم وندخلها تحت الشواية. لكن أنا قدمتها كده عشان ما قدرناش نصبر عليها. قد إيه كان طعمها حلو قوي وكمان مناسبة للشتا. أتمنى تعمليلي لايك لو الفيديو عجبك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة، وأشوفكم في فيديو جديد.